البوليس بره يا دكتور. بوليس؟ ايوه. بوليس؟ في 2 ضباط بره عايزين حضرتك. طب دخليهم مكتب وانا جاي. حاضر. اتفضلي انت. اصلي رافع قضيه على صاحب البيت ويظهر انهم بيحققوا في الحكايه. الادويه دي تاخديها لمده اسبوع وبعدين تمر عليا تاني. حاضر يا دكتور. اتفضلي. ميرسي يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضل. اي خدمه؟ ايوه، مباحث. اهلا. دكتور. ايوه. حضرتك تعرف سناء كامل؟ الله يرحمها. تعرفها من امتى؟ من حوالي سنه تقريبا. وايه سبب المعرفه؟ انا دكتور وهي مريضه، اظن ده كفايه. كانت عيانه بايه؟ عرفت عندي يعني مريضة في 3 أشهر. الحقيقه حافظ صديقي هو السبب في معرفتي بيها. حافظ مين؟ السيد رئيس مجلس الإدارة موجود يا فندم. نقول له مين؟ ثواني يا فندم. صفية هانم على التليفون. اهلا سياده الوزير. الحمد لله يا فندم. لا كلها ساعة كتير واكون عند سيادتك. هو حصل ظروف يا فندم، انما ان شاء الله كله هيبقى تمام زي ما امرت سيادتك. تحت امر. اعرفك بصديقه لطيفه قوي، سالتني عن دكتور كويس فرشحت حضرتك. اياك يطمر فيك. هي مين بس؟ أنا كنت فاكراك عجوز وعصبي زي الدكاترة إياهم. لا ده انا عاجبك قوي. انا بقالي مده وانا نفسي اشوفك قريبه مني بالشكل ده. ميرسي. أنا كمان سعيدة أوي اللي عرفتك. حافظ قال لي انك تعبانه شويه. خير؟ مش هقولك، المفروض تكشف عليا وتعرف لوحدك، مش كده؟ كده. طب يلا بينا. على فين؟ نزوغ من حافظ عشان تكشف عليا. يلا. يلا. الله، هما راحوا فين؟ عرفت عندي يعني مريضة في 3 أشهر. ايوه بس ده في خطوره عليك. ايه ده، انت خواف؟ مسؤوليه انت عارفه. اصل مش ممكن علشان السينما يعني. مش معقول. عندك حق. بس جوز حضرتك موافق؟ لا انا مش متجوزة. لسه حياة. امال مين اللي؟ انا ما كنتش اعرف انك خواف قوي كده. حافظ فهمني غير كده. ما قلتليش كانت مريضه بايه؟ امراض العصر، اعصاب، حساسيه، الى جانب امراض نساء اخرى. واصبحت زبونه عندك وصديقه كمان. وكنت بتتردد عليها في البيت؟ يعني لما الظروف تستدعي. انما كنت موجود ليله الحادث. ايوه، وكان معايا صديقي حافظ. كده بالظبط. لا ده انت اختفيتي خالص عننا. اعمل ايه بس؟ من يوم احمد ما خطبني ما بيسيبنيش لحظه واحده.
لا، فنانه كبيره زي سناء هانم ليها جمهورها، لازم ترضيه الاول وبعدين ترضي خطيبها، ولا ايه يا دكتور؟ الحقيقه اللي يشوف سناء هانم مره ما بيشبعش منها ابدا، فما بالك بقى باللي يخطبها. يا ترى سناء هانم ماشيه على العلاج ولا؟ يعني يبقى لازم تجي لي بقى عشان اعمل لك تحليل مظبوط. ها ان شاء الله. يا جماعه انا مش هقدر اقعد كتير الليله دي، انا عندي ميعاد مع الوزير. مش عارف. هو الوزير ده الحاكم بأمره، ينام بالنهار ويشتغل بالليل. الحقيقه الوزير بتاعنا لا بينام بالليل ولا بالنهار. الحقيقه يا سعاده بيه انتوا بتتعبوا قوي، الله يكون في عونكم. بتتعبوا قوي قوي قوي، من البيت للوزير ومن الوزير للبيت. بالمناسبه دي اكلمه في التليفون اطمن بس. يا عيني علي. جنن. طب سنة هانم استاذن ما لسه بدري يا دكتور. معلش عشان عندي اشوفك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. فرصه سعيده قوي يا حبيبي. وبعد خروجك من الحفله رحت فين؟ البيت طبعا. المدام قالت غير كده. مدام مين؟ مرات حضرتك. ايه دخل مراتي في حاجه زي دي؟ اهدى يا دكتور واقعد، احنا بنحقق في جريمه قتل. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعرف انت كنت فين بعد ما خرجت من الحفله لغايه الساعه 3، والا مضطرين نوجه لك تهمه القتل. طب اقتلها ليه؟ احنا كنا اصحاب، مجرد اصحاب، وانا سبتها يوم الحفله ومشيت و قريت الخبر في الجرايد زي كل الناس. كل ده ملوش لزوم. المهم عشان مصلحتك تفتكر انت كنت فين. طب استنوا عليا وانا افتكر. اصل اسئلتكم كانت مفاجأة وما تصورتش انكم هتوجهوا لي اتهام زي ده. ايوه افتكرت. انا رجعت على هنا في العيادة في الوقت المتاخر ده؟ ايوه. ليه؟ دكتور ما جابوش غير 30 جنيه بس. معلش اصلهم من طرف ألفت. هما فين؟ في الأوضة دي. حضري اوضه العمليات. حاضر. مش عايزة أموت، مش عايزة أموت. ايه ده يا سلوى؟ اذا ما عملتيش العمليه هروح في داهيه، اهلك هيقتلوني. تعالي يا حبيبتي، تعالي ما تخافيش، تعالي خش يا اختي. خليك انت هنا. لا يا حبيبتي. أيوة حصل، بس النبي يا حضرة الظابط ما تجيبوش سيرة لأهلي أحسن يموتوني. الله يخليك. طب اتفضل انت. اهو زي ما شفتوا حضراتكم كنت بأدي خدمة إنسانية للإنسانة في ورطة. كان ممكن تتقتل لو أهلها اكتشفوا الحكاية دي. ايوه بس الخدمه الانسانيه دي قانون العقوبات بيقول عليها جريمه، وقانون المهن الطبيه كمان. علشان كده احنا هنستضيفك عندنا شويه. يا شويش فرع انت ها، ايه رأيك؟ كويس اللي جيت بنفسي عشان اقدر الامكانيات المطلوبه للعماره. موقعها عجبك؟ جدا. دي هتبنيها كام دور؟ 10. احجز لك شقة فيها؟ خليهم شقتين، اصل العمليه كبيره شويه. يبقى ضمننا انك هتستعجل لنا الطلب. من بكره. على فكره يا مدام، المقاول كان عايز يوري. ليه؟ الطلبيه متواضعه جدا، بعد شويه كان هيوقف الشغل. ياه. الكميه لازم تتضاعف وينضاف اليها اصناف تانية. طب قول لي حضرتك نكتب ايه؟ معاكي ورقه وقلم؟ معاكي ورقه وقلم؟ بس هنا مش ممكن. ايه رأيك لو نروح البيت نكتب في هدوء، مش يكون احسن؟ معقول جدا.
اكتبي كمان 300 متر خشب موسكي للشبابيك و300 للباركيه، 5000 شكاره اسمنت، 4000 مصيص. اظن بكده بقى تبقى العماره كملت. لسه اكتبي. لسه ايه تاني؟ الادوات الكهربائيه، ما حدش يعرف ان الشركه فيها ادوات كهربائيه. هتلاقي تمنها الضعف في السوق السوداء. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. بالطريقه دي تقدري تبني ال3 عمارات بدل عماره واحده، وبدل ما تحجز لنا شقتين نخليهم 4. من عينيا الاتنين، بس هودي الطلب ده فين بعد كده؟ تبعتيهولي يعني للانسه ساميه السكرتيره بتاعتي، بعد ربع ساعه اكون موافق لك عليه. اول الشهر تصرفي الطلبيه على طول. ميرسي. انت تأمري بس. محدش جاي لك ولا حاجه؟ طيب ممكن اتكلم في التليفون؟ تتكلم من فوق احسن. احسن برضه. ربنا يديم المعروف. الو. ايوه يا فندم. اسمعي يا سامي، الغي المواعيد كلها لليلة. الغي كمان اجتماع مجلس الاداره. عندي اجتماع طارئ مع السيد الوزير. مع السلامه، مفهوم؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. تحسين بيلبس وجاي حالا. على راحته. حافظ بيه. افندم. انا شايفه انه تحسين بيسهر الايام دي كتير بره البيت، ودي مش عادته. ايه الحكايه بالظبط؟ اطمني يا منى هانم. لا يا حافظ بيه، انا حاسه انه في حاجه. ارجوك تكلمني بصراحه. انا كنت هتصل بيك بالتليفون واسالك. وما اتكلمتيش ليه؟ مش عارفه النمره؟ هاخدها من دفتر تحسين واكلمك. انا جاهز. يلا يا حافظ. عن اذنك. باي يا روحي. باي. الو. اهلا منى هانم. الحمد لله. هو انا في الحقيقه ما عرفتش اكلمك امبارح، رغم ان في حاجات كتير قوي لازم اقولها لك. ايوه. قولي بقى كل حاجه لحسن ما جاليش نوم طول الليل، واعصابي باظت من كتر التفكير في الموضوع ده. لازم اعرف الحقيقه. ارجوك يا حافظ بيه. حاضر، بس الكلام ده ما ينفعش في التليفون. ما تتفضلي حضرتك عندنا في البيت نتكلم على راحتنا. المدام والاولاد هينبسطوا بيكي جدا. العنوان 8 شارع المماليك الزمالك، الدور الاخير. ربع ساعه هكون هناك. مع السلامه. انسه سلوى، اعتذري للي بره، عندي ميعاد مهم مع السيد الوزير. اهلا وسهلا منى هانم. ارجوك يا حافظ بيه تقول على كل حاجه وبصراحه. طب استريحي شويه، اتفضلي. لا، امال فين المدام والولاد؟ لقيت مش مناسب ان نتكلم قدامهم في موضوع حساس بالشكل ده. يعني احنا هنا لوحدنا؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. هو في الحقيقه انا موقفي حرج جدا. انت عارفه كويس ان تحسين من اعز اصدقائي، وانت كمان عزيزه عليا قوي، ومش موافق على انه يخدعك. انا مش فاهم ازاي تحسين يبقى قدامه الجمال ده كله ويبص لواحده غيرك. ميرسي يا حافظ بيه. الا قول لي هي اسمها ايه؟ لا، ما هي مش واحده بالذات يعني. يعني اكتر من واحده؟ يعني مغامرات طياري كده. يعني ايه مغامرات طياري كده؟ واحده واحده يا منى هانم. انت مش عايز تعرفي كل حاجه؟ ارجوك تقول. هقول، بس انت مستعجله قوي. انا مش مستعجله ولا حاجه، بس قول بقى. لحظه واحده. احيانا هو بيطلب مني مفتاح الشقه دي. ها هو المدام؟ ما هو انا مش متجوز. ها؟ يعني بيطلب مني مفتاح الشقه، وانا بكلمته كتير
قلت له يا تحسين عيب اللي انت بتعمله ده. انت متجوز اجمل واحده في الدنيا. انا لو كنت مكانك كنت عبدت بنا عباده. ميرسي قوي يا حافظ بيه. لكن بيجيب الستات هنا. تصوري الخاين شكلهم ايه؟ هيكونوا ايه؟ مش معقول يبقوا في جمالك. ميرسي، لكن ما تعرفش بيجيب مين هنا؟ هيجيب مين؟ زبونة من زباين العيادة، واحدة عارفها صدفة. يعني ما تعرفش مين؟ بشرفي هعرف لك اساميهم واحدة واحدة. أرجوك ما تنساش. هجيلك البيت بنفسي هقول لك على كل حاجة. ميرسي قوي. لا عن اذنكم اكلم سيادة الوزير اطمن بقى. يا عيني علي. ها، ورحت حضرتك قابلت سيادة الوزير؟ لا طبعا، دي كانت حجة عشان امشي من الحفلة. سيادتك عارف ان احنا بنروح حفلات غصب عننا، ظروف بتفرضها علينا المسؤوليات. وبعد ما خرجت من الحفلة رحت فين؟ انا اسف قوي، رحت مكان ما اقدرش اتكلم عنه. بس نحب نعرف انت كنت فين وقت الحادث. بس دي حياتي الخاصة. مع احترامي الشديد ليك ولحياتك الخاصة، احنا دلوقتي قدام جريمة قتل. ايوه، احنا لازم نعرف انت رحت فين، والا مضطرين نوجه لك تهمة القتل. لانه بيمس سمعة ناس مهمين عندي. يا مساء الفل، اتفضل. يا سلام عليك. الو، مساء الخير يا منى هانم. انا حافظ. البيت بتاع حضرتك دلوقتي قاعد مع ممثلة معروفة. قول لي مين هي أرجوك، وفي شقتها كمان. طيب أنا هاجي آخر بيته بيتها. لا بلاش فضايح، اعملي معروف. ما تجيش انت. امال انا وظيفتي ايه؟ انا اضطريت اجي معاه بس عشان اعرف لي كل اخباره. بعد شويه هستأذن واجي بنفسي اقول لك كل حاجه عنه بالتفصيل. طيب ما تقلقيش، مع السلامه. شفته معاها بيعمل ايه؟ بيبوسها؟ بيحضنها؟ كان بيقول لها ايه؟ يعني كان بيقول لها انه مش طايق يرجع البيت وعايز يقعد معاها الوش الصبح. الكلب الخاين والله اللي هوريله. ايه دي يا منى؟ ايه؟ بعد كل اللي عملته عشانه مش طايق البيت وكمان بيخوني. طب بس ما تزعليش نفسك انت بس. تشبع بيه. هي فاكره ايه يعني؟ بلانيله. انا مش قادره اصدق ابدا انه كان بيخوني مع واحده تانية. طب بس يا منى، مش معقول كده. مش معقول. معقول ده كله يحصل منه قليل الادب ده. وبعدين يا منى؟ وبعدين؟ ما تعمليش في نفسك كده. والله العظيم لا انا سايبها له البيت وهترفع على دماغه ودماغ ابوه كمان. طب اهدي انت. بس يا روح، بس يا حبيبي، بس. طب استريح شويه، استريح. بس وقعدنا للساعة 1:30. يعني أنا ماليش أي علاقة بحكاية سنة كامل دي. بس أرجوكوا الكلام ده بينا وبين بعض بس، أنتوا فاهمين طبعا. يا استاذ حافظ، انت اعترفت دلوقتي قدامنا بجريمة الزنا. يعني ايه؟ يعني تتفضل معانا عشان نسأل الدكتور تحسين اذا كان يحب يوجه لك تهمة الزنا ولا لا. اتفضل. اتفضل. بس أرجوكوا نخرج بهدوء، أنتوا عارفين مركزي في الشركة. مفهوم طبعا، مفهوم. اتفضل. أنسة سامية، أنا عندي ميعاد مع السيد الوزير، وزير الداخلية. زمن المدرسة باظت والمدرسين مشوا وسابوا التلاميذ يلعبوا علشان الدروس الخصوصية. الوزارة عايزة كده، قالوا لي هنديك الدرجة، استنيت سنين واديني لسه مستني. احلك سر،
شد والسلطن يا منظرة. يا حافظ الكلب، انا تعمل فيا كده؟ مسيرنا نتقابل، هتروح مني فين؟ يا ريت سيادتك تشوف لنا اوضه اروق من كده شويه وانا هبسطك. تبسطني؟ احنا هنبسطك قوي. يا عيني علي. اهلا حافظ ايه؟ ده لسه سيادة الوزير طلب في التليفون من شوية. ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع. تحسين يا اخوي، اكيد فهموك الحكايه غلط. انت عارف انا بحبك قد ايه. انا كنت بحاول انقذ لك بيتك. خليت لي يا بيت يا ندل يا جبان. يا شواش يا